هلو يا فنانين، انا اسراء وانتوا دلوقتي بتشوفوا حلقه من حلقات سكتش في 5 دقايق. النهارده هنرسم الاذن في سكتش سريع خالص، واحاول اتخيل الاذن جوه شكل هندسي هو المستطيل، وهقسم الشكل الهندسي ده ل3 اتلات بالطول. منها هبدأ ارسم بداية الاذن ونهايتها، اعلى مكان فيها والانحناءات بتاعتها. عشان تكونوا فاهمين اكتر عن الاذن عبارة عن غضاريف، يعني مفيهاش عظم. فاحنا كل اللي احنا هنشتغل عليه كلها عبارة عن يعني مفيش خطوط حادة دايركت، تمام كده. طيب، اول حاجة هبدأ بتجويف الاذن من جوه، وهبدأ اعمل الانحناءات بتاعته. بعد كده هبدأ اعمل اوت لاين الاذن من الخارج. طبعا انا هنا من جنب الشخص، يعني بروفيل. انا ما اقدرش اشوف الاذن كاملة غير لو الشخص مديني بروفيله او جاي شايفاه من الجنب. عشان كده انا شايفة كل الاذن بتفاصيلها. تمام كده. خدوا خطوات معايا وما تنسوش تعملوني منشن او تشاركوني الريزلتس بتاعتكم على انستجرام @اسراء_art_studio. ونشوف لو في اخطاء او في تفاصيل محتاجين ان احنا نعدل عليها او نشتغل عليها اكتر. السكتش طبعا زي ما انتم عارفين في سكتش في 5 دقايق، فاكيد مش هيكون فيه ديتيلز واقعيه. والرسمه مش هتكون ريستك ولا حاجه، بس هتكون مثال بسيط خالص، بحيث ان احنا نحاول نمرن ايدينا ازاي نقدر نشتغل على الاذن بشكل بسيط وسهل. بعد كده بدأت أعمل التجويفة نفسها من جوه، وأعمل تفاصيل الأذن من جوه اللي هي الانحناءات. شوية تفاصيل بسيطة بالتظليل، هعمل تظليل بدرجة فاتحة، وبعد كده هأكد على الأماكن اللي فيها عمق قوي أو فيها تجويف داخل لجوه قوي مش واصله إضاءة، هشتغل عليها بدرجة أغمق. ليه بعمل كده؟ عشان الأذن فعلا فيها عمق من جوه، فعلا ممكن ما يوصلهاش إضاءة، مش بسهولة هيكون وصلها إضاءة غير لو في سبوت لايت عليها بتفاصيلها من الداخل ومن الخارج. تمام كده. طيب، بعد كده هبدأ اعمل هاتشن وكروس هاتشن زي ما اتفقنا قبل كده. الهاتشن والكروس هاتشن ممكن ان هما يكونوا طبعا ده هاتشن كروكي، اوكي. وممكن كمان يكونوا واخدين شكل اقواس حسب الاوت لاين او يعني الخط بتاع الجسم اللي انا بشتغل عليه جنب منه التظليل على طول. ممكن اعملهم هاتشن طول وعرض، ممكن اعملهم مايلين ويعملوا لي اكسات كتير جنب بعض حسب الجريزز اللي انا بحاول اوصل لها. وبعد كده هبدأ بقى اشتغل التظليل بتاعي عادي خالص. طبعا الانحناء دي من بره بتكون داخله واخده زي اسطوانه كده لجوه زي انبوبه، وده بيعمل عندي ظل جوه مهما كان الاضاءه فين، برضو بتعمل حتى لو خط واحد بس ظل. وبعد كده ببدأ اشتغل على الاذن بسيط خالص خالص بالتظليل، وهبدأ اغمق واحده واحده، بس ادي بس المساحه كده عمقها بشكل مرتب ومظبوط، واعمل خطوط التحام الاذن بالجسم او بالدماغ نفسها. والظلال اللي موجوده وراها بصرف النظر بقى في شعر ولا في شعر مش مهم دلوقتي، انا بعمل جسم الاذن لوحده. بعد كده ببدا اديها تفاصيل اكتر. يعني لو انا هشتغل بقى سكتش واقعي او بورتريه واقعي او بروفيل بمعنى اصح واقعي، هنحاول بقى نشوف اتجاهات مختلفة للاذن والانف والحاجات دي كلها، ونحاول نخليها موجودة في سكتش برضو في 5 دقايق، بحيث ان انتوا يعني في 5 دقايق تكونوا فعلا خدتوا النتيجة مظبوطة، ويطلع لكم اي يعني خطوات مظبوطة تقدروا تمشوا عليها فتوصلوا للنتيجة اللي انتوا محتاجينها بس في 5 دقايق. حاولوا تكسروا القاعدة بينكم وبين الورقة البيضاء او بينكم وبين الارت بلوك والرسم عموما، بان احنا نعمل سكتش سريعة كده ما يكونش فيها قواعد مثالية، يكون ولا تظليلها مثالي ولا اي حاجة. المهم ان انا كنت اتعلمت ازاي ارسم الجسم اللي انا برسمه ده وخلاص، لكن ما يكونش فيها تظليل واقعي قوي ولا خطوط مرتبة جدا بقى وسكتش اللي هو لا. خدوا سكتش كأنكم بتعملوا خطة لوحة كبيرة، عشان نكسر قاعدة بس ايه المثالية اللي احنا بندور عليها دايما في الرسومات بتاعتنا. ونقعد بقى ندور لا انا مش عارفه اشتغل، ونفضل نقعد ندور على احسن حاجه، ولا فلان بيشتغل احسن مني والكلام ده، لحد ما نلاقي نفسنا ما بنشتغلش اصلا، ويعدي علينا وقت طويل ايدينا نسيت اصلا هي بتشتغل ازاي. واحنا عارفين do more practice هتوصل لاحسن النتائج اللي انت ممكن تكون عايز توصل لها. مارس الرسم بشكل كتير. اشوفكم على خير يا فنانين، ما تنسوش تشاركوني.